السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ جيت لكم بقى بفيديو جديد سبلايز الجامعة. متحمسة جدا للفيديو ده. عايزة اقولكم ان انا عارفة ان الفيديوهات نازلة متأخر، بس حقكم عليا، انا مجهزة لكم كل حاجة، يا دوب اهو بمنتج وهنزل لكم على طول. اكتبوا لي بقى عملتوا ايه في الجامعة ويومكم كان عامل ازاي، بما ان بادئين بقالنا اسبوعين اهو او 3 اسابيع. عايزه اقول لكم اول حاجه، انا جبت الكشاكيل الكبيره دي. حسيت ان الكشاكيل الصغيره ان انا هعمل كشكول لكل ماده، حاسه ان احنا كبرنا على الموضوع ده. فاول حاجه انا جبت اللي هي الكشاكيل الكبيره دي، وايه، وقسمتها لكذا ماده. يعني الكشكول ده قسمته ل3 مواد، اما الكشكول الاولاني قسمته لمادتين عشان يعني ده كان اكبر من ده. فالمهم كنت بوريكم بقى ان انا حطيت الفواصل بقى دي عشان اعرف فين المادة الاولى، المادة التانية، المادة التالتة كده يعني. فبجد حلوين قوي. وطبعا لو في حد حابب ان هو يعمل كشكول لكل مادة يعني براحته عادي. طبعا كان عندي دول برضو، قلت ايه ان انا هستخدمهم، بس حسيت يعني لا، انا اللي هي الكشاكيل الكبيرة احسن، بس هما موجودين يعني. ودي نوت كده اللي هو هكتب فيها، يعني دي اصلا باخدها معايا في المحاضرات، بكتب فيها الحاجات مثلا، او بكتب فيها المحاضرة وبرجع البيت اكتب بقى المحاضرات بخط كويس ومنظم، لان هناك ما فيش وقت بقى ان انا اكتب مثلا باحمر واخضر وازرق. فانا باخد بس اي حاجة كده. فانتوا برضو ممكن تعملوا كده، ممكن تاخدوا كشكول مثلا انتوا تكتبوا فيه المحاضرات، ولما ترجعوا البيت تبداوا ان انتوا بقى ايه تظبطوا الكشاكيل وكده. كمان جبت الفايلات دي لان هما بيطلبوا منا ابحاث وكده والكويز والحاجات دي، فلازم نعملها. فايه اكون منظمه الورق وحاطاه في الفايل ده عشان يكون شكله حلو. ودي طبعا ازازه الميه، تحفه جدا وبتحفظ الميه عشان بنقعد بقى وقت طويل في الجامعه وكده. وده لانش بوكس الجامعه. جماعه ما تستغربوش يعني عادي اصلا، ده الناس مثلا وهي رايحه الشغل بتاخد برضو لانش بوكس. فانا جبت اللانش بوكس اهو. يعني هو اصلا يعني تحسوا ان هو بتاع كبار مش بتاع اطفال، كده لون واحد معلوش اشكال، متقسم بس حاجات بسيطه وكده. وعايزه اقول لكم ان انا اصلا لحد دلوقتي يعني الجامعه بقالها 3 اسابيع، آه يعني 3 اسابيع اهو، وانا ما خدتش ولا مره في اللانش بوكس. اللي هو انا لسه هصحى اعمل لانش بوكس؟ لا، انا همشي وابقى اجيب اكل من هناك. فحرفيا انا جبت يعني هو عندي وانا اصلا ما عملتش بيه حاجه. بعد كده طبعا جبت مناديل عاديه ومناديل وايبس والبان، ودي الآلة الحاسبة طبعا خدتها معايا في الشنطة عشان كان عندنا مادة يعني محتاجة حسابات وكده. فانتوا برضو شوفوا شنطة الطوارئ، مثلا انتوا الحاجات اللي انتوا محتاجينها وحطوها. يعني انا حسيت ان انا مش محتاجة حاجات كتير يعني، فحاجات بسيطة بس. وطبعا جبت الفواصل، الاقلام اللي هي اصلا لازم تكون موجودة معانا. جبت اللي هو الاقلام الاساسية، احمر ازرق اخضر بس. والدباسة بجد دي بتنفعني جدا، وصغيرة ممكن اخدها. يعني احنا عندنا كبيرة في البيت، فدي بتبقى في البيت. ما الصغيره دي ممكن احطها مثلا في المقلمه او تبقى معايا ادبس فيها اي حاجه. فبجد حلوه قوي وبتدبس ورق كتير. ودي طبعا دي مش عارفه اسمها، بس دي بتثبت الورق وانتوا بتكتبوا يعني. فبجد برضو حلوه. كمان جبت اللي هو الكوريكتور، مسطره، قلم هايلايتر، فاللي هي الحاجات الاساسيه. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا مش لازم تجيبوا سبلايز كتير. يعني انتوا مثلا ممكن تكون عندكم حاجات بتاع السنه اللي فاتت، فانتوا ممكن تستخدموا الحاجات بتاع السنه اللي فاتت دي وتجيبوا بس الحاجات البسيطه اللي انتوا محتاجينها. وكمان دي نوت برضو صغيره. فبرضو ما مش باخدها دايما يعني، لانهم اصلا مش بيطلبوا منا حاجه. والمقلمه. وبس كده يا حلوين.